ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده اول سيشن معانا في الكورس. السيشن بعنوان ما قبل تعلم البرمجه. طيب دلوقتي انا خدت القرار ان انا اتعلم برمجه. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده اول سيشن معانا في الكورس. السيشن بعنوان ما قبل تعلم البرمجه. طيب دلوقتي انا خدت القرار ان انا اتعلم برمجه، ابدا اتعلم على طول ولا في خطوات كده لازم اعرفها عشان ابدا اتعلم؟ طب في البدايه لازم اسال نفسي يعني ايه برمجه؟ يعني ايه برمجه؟ البرمجه اللي انا اقدر ازاي اتكلم مع الكمبيوتر. انا بقول ازاي اقدر اتكلم مع الكمبيوتر. ازاي اتكلم؟ يبقى في البدايه انا لازم اعرف اتكلم مع نفسي. لما اجي اعرف اتكلم انا مع نفسي كويس هقدر اتكلم مع اللي حواليا، وبعد كده هبدا اتكلم مع البرمجه اللي هي الاله الكمبيوتر. ده شيء متخلف جدا. طيب دلوقتي بقول ازاي اقدر اتكلم مع الكمبيوتر. طب خلينا في البدايه طيب نتكلم عن حاجه اسمها التواصل ولغات التواصل. يعني ايه تواصل؟ التواصل اللي بيتم بين شخصين بغرضه يكون اللي هو يتم الفهم. يعني ايه؟ انا بتواصل مع شخص علشان اوصل له معلومه ما. تمام. طب التواصل دوت بيتم عن طريق كذا حاجه. ممكن اتواصل معاه بالعين، ممكن اتواصل معاه بالعقل، ممكن اتواصل معاه باللسان. طيب من اول لما نجيب سيره اللسان يبقى ايه؟ لغات التواصل. لغات التواصل دي هي انواع كثيره زي الانجليش والعربي والفرنساوي وهكذا، لغات عاديه. طيب يبقى اللغات دي حاجه بستخدمها علشان يتم التواصل. يبقى التواصل ده هو الاصل، هستخدم له كذا وسيله، دي وسيله. تمام تمام جدا. هكذا مع البرمجه، احنا قلنا البرمجه اللي هي ايه؟ البرمجه اللي ازاي اقدر اتكلم مع الكمبيوتر. طيب في البدايه انا دلوقتي عرفت يعني هتكلم مع الكمبيوتر. طيب يبقى في البدايه كده لازم اعرف ايه هو الكمبيوتر، الكمبيوتر بيفهم ايه علشان اعرف اتكلم معاه. مثال، انا دلوقتي عاوز اتكلم مع واحد بيتكلم لغه انجليزيه. تمام. مضطر ان انا اتكلم معاه، يبقى ايه في البدايه هحدد هو بيتكلم ايه. بيتكلم لغه انجليزيه، اسال نفسي هل انا بعرف اتكلم لغه انجليزيه؟ اه بعرف اتكلم لغه انجليزيه، يبقى اروح اتكلم معاه على طول. اسال نفسي انا بعرف اتكلم لغه انجليزيه؟ لا مش بعرف اتكلم لغه انجليزيه، يبقى في الوقت ده انا محتاج لمين؟ محتاج لوسيط. وسيط يكون ايه؟ بيني انا وبين اللي بيتكلم يعني انجليزي. تمام تمام جدا. طيب الكمبيوتر ما بيفهمش غير ايه؟ غير الزيرو والوان. يبقى الكمبيوتر ما بيفهمش غير دي، ما بيفهمش غير ده. طيب يبقى اسال نفسي انا بعرف اتكلم بالزيرو والوان؟ هقول لا. يبقى كده انا ايه؟ عرفت اللي انا محتاج هنا ايه؟ وسيط. طيب يبقى انا هنا الانسان ومحتاج وسيط عشان اوصل للكمبيوتر. طيب يبقى الوسيط ده هو مين بقى؟ الوسيط ده لغات البرمجه. يبقى احنا كده عرفنا مفهومين مهمين جدا: البرمجه ولغه البرمجه. البرمجه ازاي اقدر اتكلم مع الكمبيوتر وافهمه اللي انا عاوزه، زي التواصل واللغات التواصل زيها زي البرمجه ولغات البرمجه. يبقى البرمجه ازاي اقدر اتكلم مع الكمبيوتر. لغات البرمجه اللغه المستخدمه علشان اقدر اتكلم مع الكمبيوتر. طيب يبقى البرمجه دي الاصل، واللغه المستخدمه في لغات البرمجه اللغه بيتحكم فيها البرمجه زيها زي التواصل ولغات التواصل. طيب تمام كده انا عرفت انا هتكلم مع الكمبيوتر من خلال الوسيط، والوسيط عرفناه مين هو ايه؟ لغات البرمجه. طيب تمام يبقى كده انا سالت نفسي ايه هي البرمجه. طب يبقى اسال نفسي السؤال الثاني: ليه هتعلم برمجه؟ طيب اول لما اسال نفسي ليه هتعلم برمجه قبليها اسال نفسي مين الاذكى؟ الكمبيوتر ولا الانسان؟ ببساطه شديده الاذكى الانسان. طب ليه؟ كيف الانسان اذكى من الكمبيوتر؟ ده الكمبيوتر لما بيلعب الانسان الكمبيوتر بيغلب الانسان بكل بساطه. هقول ايه؟ هقول ببساطه شديده الانسان هو اللي عمل الكمبيوتر. طالما انا عملته يبقى انا ايه؟ امكانياتي اعلى منه. بس لما الانسان جه يتعامل مع الكمبيوتر اداله شويه خصائص تميزه، اللي هو مثلا الكمبيوتر مش بيسرح. مثلا الكمبيوتر بيقدر يخزن معلومات كتيره جدا جدا ويقدر يستردها بسرعه جدا. مثلا انا لو هقارن بين الانسان دلوقتي وبين الكمبيوتر دلوقتي، لو نفس الوظيفه
ايه هي الوظيفه اللي انا دلوقتي انا عندي بيانات الموظفين، موظفين مثلا في شركه معينه، وعاوز اوصل لاسم معين، عاوز اوصل للاسم ده واحدد هو السالري بتاعه بكام، المرتب بتاعه بكام. هقارن ده على الانسان وعلى الكمبيوتر. تمام. الانسان هيعمل ايه؟ الانسان منظم، فاروح هيعمل جدول كده، دفتر بيان، دفتر هيحط فيه اسامي الموظفين، هيرقمهم بالحروف الابجديه. اول لما اقول له اسم محمد هيروح لحرف الام، وبعد كده يروح يطلع اسم محمد ويشوف المرتب بتاعه كام. هياخد وقت، لو البيانات دي كتيره هيبقى عنده صفح كتير وهيقعد يقلب كتير. اما الكمبيوتر بمجرد ما تقول له محمد عبد المنعم هيطلع له ايه؟ هيطلع المرتب بتاعه. يبقى الكمبيوتر ايه؟ اسرع من الانسان في استرجاع الذاكره. طيب تمام. يبقى انا هستغل الكمبيوتر، احط ذكائي على امكانيات الكمبيوتر علشان نقدر نعمل برامج معينه تساعد الانسان او تحل مشكله معينه. طيب هي دي نقطه ايه بقى؟ نقطه البرنامج. هو ايه البرنامج؟ البرنامج ده حاجه موجوده على الكمبيوتر، حاجه موجوده على الكمبيوتر. تمام. وظيفتها ايه؟ وظيفتها اللي هي تساعد الانسان في القيام بشيء ما للتسهيل، او تساعد الانسان في حل مشكله معينه، مثلا زي دوت، زي اللي انا اطلع مرتب الموظف. طيب مين هو بقى المبرمج؟ المبرمج هو انسان بيعرف يتكلم مع الكمبيوتر. ببساطه شديده انسان بيعرف يتكلم مع الكمبيوتر، انسان بيقدر يفهم الكمبيوتر اللي هو عاوزه، انسان بيقدر يفهم من الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر بيقوله. تمام. طيب نيجي نتكلم احنا لما قلنا في البدايه اللي هو البرمجه اللي انا اتكلم مع الكمبيوتر، وقلت يا لازم انت المبرمج يكون بيعرف يتكلم مع نفسه كويس. يبقى من خصائص المبرمج اللي هو بيعرف يتكلم مع نفسه، يعرف يتكلم مع نفسه. طب ليه؟ لأنه لو عرف يتكلم مع نفسه هيعرف يتكلم مع الآلة الصعبة جدا دي، الآلة الغبية جدا دي اللي ما بتفهمش إلا اللي عندها موجود. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه هي البرمجة، وعرفنا ليه هتعلم برمجة. يبقى جاء الخطوة الثانية، كيف هتعلم برمجة؟ كيف هتعلم برمجة؟ مش احنا قلنا لغة البرمجة هي الوسيط ما بين البرمجة وبين الإنسان والكمبيوتر؟ طيب يبقى انا هتعلم لغه برمجه، هتعلم لغه برمجه علشان لغه البرمجه دي تساعدني اللي انا افهم الكمبيوتر، وتساعدني اللي انا افهم البرمجه. تمام. تمام جدا. طيب عندنا انواع كثيره لغات البرمجه، عندنا مثلا السي والسي بلس بلس والجافا، وهكذا انواع كثير والبايثون. طيب تمام جدا. انا عاوز اتعلم برمجه، يبقى في البدايه اتعلم الحاجه، اول حاجه ظهرت خالص في البدايه، اول حاجه ظهرت السي، بعد كده السي بلس. طيب ليه اتعلم البدايه؟ لان في البدايه الحاجه لما بتظهر جديده بتكون لسه ما عندهاش امكانيات عاليه، فكده انا هقدر اعرف الكمبيوتر اكتر واقدر افهم مفهوم البرمجه اكتر. يبقى في البدايه اللي انا هتعلم ايه؟ هتعلم لغه السي. هقول لك لا ما تتعلمش السي، تتعلم ايه؟ تتعلم السي بلس. طب ليه؟ طب ما السي هي اللي ظهرت الاول. السي دي تحديث للسي بلس. السي دي عندها امكانيه اللي هي بتقدر تستخدم فيها حاجه اسمها او او بي، ودي مش موضوعنا دلوقتي، بس احنا هنوضح، بس هنتعلم ليه السي بلس. هي السي بلس اللي هتكون معانا في الكورس. طيب يبقى احنا دلوقتي هنتعلم السي بلس، وعرفنا ليه هنتعلم السي بلس. احنا هنتعلم لغه معينه علشان اقدر افهم البرمجه، مفهوم البرمجه كويس. طيب دلوقتي انا هتعلم لغه السي بلس. طيب انا عاوز اوضح حاجه في حكايه اللغات. اتعلم سي بلس ليه؟ وممكن واحد يجي يطلع يقول انا هتعلم بايثون. طيب انا هقول حاجه بخصوص اللغات. مثلا خلينا نتكلم في الانجليش. الانجليش ده عباره عن ايه؟ عباره عن لغه معينه بتتكون ايه؟ بتتكون من حروف. لما احط اجمع حروف جنب بعضيها، اجمع حروف جنب بعضيها هتديني ايه؟ كلمه. ولما اجمع كلمات جنب بعضيها، كلمات جنب بعضيها هتديني ايه؟ جمله.
ودي هي بيجت اللغه. طب الحرف بيتكون من ايه؟ الحروف. مثلا حرف الايه، الحرف نفسه لوحده بيتكون من اسم وصوت. اسمه ده ايه؟ اسمه ايه؟ طب بيتنطق ايه؟ بيتنطق مثلا. تمام. طيب هكذا مع جميع اللغات. لو جبنا مثلا قلنا العربي هينطبق عليها نفس المفهوم. فانا لما جيت اتعلمت الانجليزي اتعلمته صح وعرفت كل المفاهيم دي عنده كويس. لما حاجه اتعلم اي لغه تاني هيبقى اللغه بتاعتي سهله لان انا عارف الاساس بتاعتي التعلم. هكذا مع اي لغه. فعشان كده احنا مثلا وضحنا ان احنا اخترنا السي بلس وهي اللي هتمشي معانا. طيب يبقى احنا دلوقتي هنتعلم السي بلس بلس. طيب نفس الكلام اللي اتكلمناه مع اللغات اللي هو العربي والانجليزي والكلام ده والحروف، مجموعه كلمات تكون لي كلمه، مجموعه حروف تكون لي كلمه. نفس الكلام مع لغات البرمجه. احنا مثلا لو جينا هنا نقارن بين لغات البرمجه، خلينا نقول لغات البرمجه هي لغه واحده بيتم عليها مفهوم البرمجه. يعني انا لو عرفت مفهوم البرمجه كويس مع لغه واحده بس هقدر اطبقه مع الكل. مثلا لغه البرمجه مثلا دي عاوز دلوقتي انا اطبع مثلا كلمه على الشاشه هلو. طيب مع لغه السي بلس ايه؟ هستخدم معها امر معين. ايه هو الامر المعين ده؟ اسمه سي وبعدها كلمه اوت وبعد كده العلامتين دي وبعد كده علامات تنصيص وبعد كده سيمي كولون واكتب هنا اللي انا عاوزه. طيب كده انا نفذت الامر المعين ده مع لغه السي بلس. كانت محتاج ان انا استخدم امر السي اوت. طيب مع البايثون هي نفس الكلام بس انا محتاج ان انا اكتب كلمه برنت بالشكل ده. يبقى هي اللغات هي حاجه واحده بس بطبق عليها مفهوم البرمجه بس الاوامر بتختلف. يبقى ايه اللي بتختلف اللغه دي عن اللغه دي؟ طريقة الكتابة. طريقة كتابة الأوامر بس كده مفيش أي اختلاف تاني. ممكن نقول اختلاف تاني دي ليها وظيفة معينة عن دي بس الكلام ده مش مهم دلوقتي. احنا المهم ان احنا دلوقتي عرفنا الكونسبت العام، عرفنا المفهوم العام من قبل ما اتعلم برمجة ودي الشيء المهم. وان شاء الله السيشن الجاي هنبدأ نتعلم لغة البرمجة دي اللي هو لغة السي بلس بتشتغل ازاي. ايه هي الاول بتشتغل ازاي من الاول وبعد كده هنبدأ نكتب برامج.